أنا أقول آية التطهير ليس مكانها هنا، وضعت هنا، وضعت زجا هنا، لم يكن مكانها هنا. ولهذا تجدون أن البعض، وأنا أعتبرهم من العوام واقعا، يقولون بأن هذه الآية إنما يريد الله، أو هذا المقطع ليس موضعها هنا، وإنما أعداء أهل البيت قطعوها من موضعها التي لا نعلم ووضعوها هنا حتى يخربوا مضمونها. ما أدري أم سامعين لابد على بعض الفضائيات الشيعية. شوف يا أخي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآية متسقة. إذا حذفت آية التطهير تتسق أكثر الآية، معناه محطوطة حط هنا. واحدة من تعليقاتي هذه، وهو أن هؤلاء الجهلة وهؤلاء العوام الذين يدعون اسم العلم، أعزائي، هؤلاء الجهلة وهؤلاء العوام الذين يدعون اسم العلم، أعزائي، هؤلاء لحفظ كرامة أهل البيت يضحون بكرامة ماذا؟ بكرامة القرآن. هو ما عنده جواب عليها فيقول نضحي ماذا؟ القرآن، خليه يصير تلاعب بالقرآن، ولكن لا يصير تلاعب ماذا؟ بالآيات الواردة في أئمة قلبه. هذا مهم، هذا لا يصير تلاعب به. ولكن القرآن فليكن متلاعب في مقدم مؤخر، هذا لا يهم كثيرا. وهذا هو النهج الأخباري.